حبايبي تالتة ثانوي عاملين ايه؟ اهلا بيكم النهارده ان شاء الله في المحاضرة التانية في المنهج بتاعنا في التقسيمة الجديدة اللي احنا عاملينها لطلبة الادب الجمال. تعالوا بينا نتكلم النهارده ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله احنا لسه شغالين في يونت 1. احنا في اول محاضرة نزلت لك كنا خدنا الكوروليشن وكلمنا عن الكوروليشن باستفاضة اللي هو موضوع الار، وممكن ترجع للفيديو علشان تتفرج عليه. النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني بتاعنا اللي هو الجزء اللي كان بيتكلم عن بيرسون كوروليشن. كنا خدنا في الكورس التأسيسي شوية حاجات كده قلنا ان احنا هنحتاجها. اتكلمنا عليها ازاي تجيب السمشن بتاع الاكس والسمشن بتاع الواي. فتعالى اراجع معاك كده واقول لك القصه بتاعت بيرسون ديت بتتكلم عن ايه. لما احنا خدنا الار اللي هو الكورليشن واتفقنا ان الار دوت رقم بيبريزنت الكورليشن بين تو فاريبلز اللي هم الاكس والواي، بيدل على الكورليشن دوت هل هو هيكون سترونج ولا ميديوم ولا نايلستيك، يعني في كورليشن ما بينهم ولا ما فيش. علشان نحدد الكورليشن دوت بقى طريقته ازاي، بنجيبه باستخدام طريقتين. الطريقه الاولانيه اسمها بيرسون والطريقه الثانيه اسمها سبيرمان. النهارده هنتكلم عن اونكل بيرسون بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي. تعال نشوف موضوع بيرسون دوت كان ماشي ازاي الاول. بص يا صديقي، لو انا معايا تيبل كده والتيبل دوت كان فيه اكس وواي، والاكس والواي ديت كانت عباره عن شويه ارقام، فمثلا هنا معايا 1 و2 و3 وهنا معانا 4 و5 وليكن مثلا و6. تمام كده؟ كنا خدنا حاجات في الكورس التاسيسي كده سيمبلز. السيمبلز ديت اتفقت معاك ان انت لازم تكون مذاكرها. طب تعالى ارجع لك عليها كده سريعا. بص يا صاحبي، لو انا عايز اجيب السمشن اوف اكس، يعني ايه سمشن اوف اكس؟ يعني انا عايز اجمع الفاليوز بتاعت الاكس ديت. سمشن الاكس ديت احنا عملنا لها سيمبل اسمه سمشن اكس، سم اكس. طب السم اكس دوت كان بيتكتب ازاي؟ تعال نشوف كده سمشن اوف اكس كان عامل ازاي. سم اوف اكس، فاول حاجه علشان زي ما بقول لك كده عشان اجيب سمشن الاكس هعمل سمشن اكس. فسمشن اكس ديت السيمبل ده معناه ايه؟ معناه ان انت عايز تعمل للاد بتاعت الفاليو اوف اكس اللي هم 1 بلس 2 بلس 3. فدي طبعا ممكن تطلعها بالكالكوليتر هتطلع معاك 6. طيب ممكن بنفس الكلام اجيب سمشن اوف واي. طب يعني ايه سمشن اوف واي؟ سمشن اوف واي يعني انت عايز تجيب الفاليوز اوف واي. فتعالى كده نعمل اد الفاليوز اوف واي. يعني المفروض ان انت هتعمل 4 بلس 5 بلس 6. برافو عليك. ودي بالكالكوليتر طبعا هتطلع 15. حاول تستخدم الكالكوليتر كتير عشان تتدرب عليها وتبقى سريعه كمان. طيب لو انا عايز اجيب سمشن اوف اكس باور 2، ركز معايا بقى. في فرق بين سمشن اوف اكس باور 2 وسمشن اكس اول باور 2. ايه الفرق بين ان انا لو كتبت سمشن اكس باور 2 كده ولو كتبت سمشن اكس كده بس اول باور 2؟ هل في فرق بين ده وبين ده؟ طبعا في فرق كبير، وده شرحناه في البيزكس بتاعتك في الكورس التاسيسي. انما تعالى اقوله لك تاني. ايه الفرق بين سمشن اكس باور 2 وسمشن اكس اول باور 2؟ سمشن اكس اول باور 2 دي معناها ان انت لازم تكون عامل اد للاكس الاول. انت اوريدي عملتها اللي هو 6، فهنا المفروض ان انت تكتب 6 اول باور 2. 6 باور 2 دي هتديك 36. تمام؟ مفيش مشكله. انما لو انا عايز اكتب سمشن اكس باور 2، يعني ايه سمشن اكس باور 2؟ يعني انت كل فاليو من الاكس هتعمله باور 2 وبعد كده تعمل لهم بلس. فانت هتعمل كده 1 باور 2 بلس 2 باور 2 بلس 3 باور 2. وطبعا شور اكيد الانسر اللي هيطلع من هنا مش هو الانسر اللي هيطلع من هنا. دي هتطلع 36. انما تعالى بقى بص دي هتطلع كام؟ دي هتطلع 1 بلس 4 بلس 9 ودي طلعت 14. فالاجابتين مختلفتين خالص عن بعض. فهمت الفكره؟ نفس الكلام طبعا لو انا عايز اجيب سمشن اوف واي باور 2 وسمشن واي اول باور 2، ده هيطلع فاليو وده هيطلع فاليو، الاثنين مختلفين. تمام يا صديقي؟ تمام. طيب لو انا كتبت لك كده سمشن اكس واي، يعني ايه السيمبل سمشن اكس واي؟ سمشن اكس واي يعني انت هتعمل اد لاكس ملتبلاي، يعني هتعمل اكس ملتبلاي واي اكس ملتبلاي واي اكس ملتبلاي واي وبعد كده تعمل لهم اد. فتعالى نعمل بقى 1 باي 4، يعني هتعمل الاثنين دول ملتبلاي بعد كده 1 باي 4 وبعد كده هتعمل لها بلس، هتعمل 2 باي 5 وبعد كده هتعمل بلس وهتعمل 3 باي 6. فهمت الفكره؟ يعني سمشن اكس واي ده يعني ايه؟ يعني انت هتعمل اكس ملتبلاي واي وبعد كده تعملهم بلس. فطبعا دي خلاص ممكن تطلعها بالكالكوليتر اللي هتطلع معاك 4 بلس 10 بلس 18. تمام كده؟ ودي اللي هي 14 بلس 18 اللي هي كام؟ اللي هي 22. تمام يا صديقي؟ يبقى دي الفكره الاساسيه بتاعتنا، ان انا عايزك تتعرف دلوقتي على ايه الفرق ما بين السيمبلز اللي موجوده معانا ديت، اللي هو ايه الفرق بين سمشن الاكس يعني ايه، سمشن واي يعني ايه، سمشن اكس باور 2، سمشن اكس اول باور 2. الحته دي مهمه قوي، في فرق ما بين دي وما بين دي حاجه ودي حاجه، وسمشن اكس واي. فهمت يا صاحبي؟ دي اول حاجه عايزين نعرفها. طيب اونكل بيرسون ده بقى عمل لك ايه؟ عمل لك اختراع جديد علشان تجيب الكورليشن بين اكس وواي. يعني انا معايا تيبل، التيبل دوت فيه فاليوز للاكس والواي، هل نقدر نحدد الكورليشن اللي ما بينهم؟ هل الكورليشن اللي ما بينهم دوت ويك ولا سترونج ولا ميديوم؟ عمل ايه بقى؟ جه بيرسون ده شخص، يعني هو بيرسون دوت، يعني انت عارف ان بيرسون اسمها شخص بس هو ده اسمه الواحد، اسم الراجل اصلا.
الراجل كان اسمه كده، اسمه بيرسون. بيرسون دوت اخترع لك اختراع بقى، عمل لك رولز كده. الرول دي هنشتغل عليها علشان نجيب الكوروليشن بين اكس وواي. بيرسون قال لك ايه؟ لو انت عايز تحسب الار دي هتعمل لها فراكشن كده، وهنكتب الرول مع بعض. الرول بيقول لك ايه؟ الرول عباره عن ان سمشن اكس واي ماينس، هنفصل الاثنين دول عن بعض، سمشن اكس سمشن واي. مستر هو انا احفظ الرول ولا ايه؟ انا شايف ان انت مش هنحفظ الرول، بس احنا بالتكرار هنلاقي نفسنا حافظينه، وانت طالب ادبي اصلا عندك قدره على الحفظ، فان شاء الله الدنيا بالنسبه لك هتبقى سهله قوي يعني. فاحنا وانا بقوله انت هتلاقي نفسك انت حافظه. بص، ان سمشن اكس واي ماينس، هنفصل الاثنين عن بعض، سمشن اكس سمشن واي. تحت في 2 روت، واحد للاكس وواحد للواي، والاثنين ما بينهم ملتبلاي، بس انا مش هكتبها. تمام كده؟ ان سمشن اكس باور 2 ماينس، بص ركز بقى، سمشن الاكس اول باور 2. خلي بالك دي حاجه ودي حاجه، ها؟ الاثنين زي بعض. دي سمشن اكس باور 2، دي سمشن الاكس بس اول باور 2. طيب الناحيه الثانيه ان سمشن واي باور 2 ماينس سمشن الواي اول باور 2. تمام يا صديقي؟ يبقى دي اول حاجه معانا الرول بتاع بيرسون. مطلوب ان انت تحفظه؟ لا مش مطلوب، بس احنا بالتكرار ان شاء الله هيبقى في دماغنا. الحاجه الثانيه هو كده كده بيبقى موجود في ورقه المفاهيم، بس تعالى بقى نترجم كل حاجه موجوده فيه. الان دي هي مين؟ الان دي اللي هي النمبر اوف فاليوز، يعني الاكس والواي كان فيها كام حاجه؟ يعني لو احنا بنتكلم عن الاكزامبل اللي فات دوت، انا معايا 1 و2 و3، هنا معانا 4 و5 و6، هي الاكس كده فيها كام رقم؟ فيها 3. طب والواي فيها كام رقم؟ 3. يعني الان هنا المفروض تكون 3 لو انا هعوض يعني الان هنا في المساله بتاعتنا ديت المفروض تكون ب 3. سمشن الاكس واي دي بقى هنجيبها، سمشن الاكس هنجيبها، وسمشن الواي، وهكذا. وهنبدا نحط الايه الرول بتاعنا. تعالى نبص المساله دي بقى. المساله ديت علشان تيجي في الامتحان فيها كذا طريقه. الطريقه الاولانيه، لا اما يكون معانا التيبل، يعني احنا معانا مش موجود معانا الفاليوز دي كلها مش موجوده، فاحنا اللي هنضطر نكونها. الطريقه الثانيه ان هو يكون مديني سمشن الاكس وسمشن الواي، وان احنا هنحط الرول بس بتاعنا، يعني كل الفاليوز موجوده واحنا هنحطها. الطريقه الثالثه بقى ان هو يكون مغير لي في حاجه، يعني مغير لي في سمشن الاكس، مغير لي في سمشن الواي، ودي نوتس هنتكلم عليها دلوقتي، وبعد كده هنخش في المسائل على طول. تمام يا صديقي؟ تمام. تعال نبص معايا، ارجع تاني انا بقول لك ايه. دلوقتي الرول موجود معايا اهو. اول مساله ودي اسهل مساله، ان هو يكون مديني كل حاجه من هنا، وان انا اعوض فيها تعويض مباشر. يعني هو عمل سمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن الاكس باور 2 وسمشن الاكس باور 2 ومدهم. دي الطريقه الاولانيه. الطريقه الثانيه ان هو اصلا مديني تيبل، والتيبل دوت مش موجود فيه السمشن الاكس وسمشن الواي، فانا اللي هحسبه. الطريقه الثالثه بقى، النوت الثالثه، ان هو ممكن يديني حاجه اعرف اجيب منها السمشن الاكس والسمشن الواي. تعال اقول لك على نوتس صغيره. بص يا صاحبي، احنا خدنا في الكورس التاسيسي ان لو انا عايز اجيب سمشن الاكس، او انا عايز اجيب الاكس بار، الاكس بار ديت كان عباره عن حاجه اسمها مين. المين ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن سمشن الاكس اوفر الان. ففي الحاله ديت لو انا عايز احسب سمشن الاكس وانا مديك الاكس بار، تعمل ايه؟ برافو عليك، تعمل الاثنين دول ملتبلاي بعض. يعني تعمل الان ملتبلاي الاكس بار. يعني اول نوت موجوده معانا، النوت الاولانيه، ان لو انت عايز سمشن الاكس فمن حقك ان انت تعمل ان اكس بار. مين هي الان؟ اللي هي النمبر اوف فاليوز. ومين هي الاكس بار؟ اللي هو المين. تمام؟ ده لو انا مش مديك سمشن الاكس، بس مديك حاجه مكانه. تمام؟ دي اول ملحوظه معايا. الملحوظه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها، ان تعالى نقول ان سمشن الاكس ده كان بزيرو. لو انا عملت اد للاكس وطلع بزيرو، تستفاد من كده ايه بقى؟ بص معايا، لو كان سمشن الاكس بزيرو، سمشن الاكس دوت هنا كان بزيرو، الله، ما انا لو قلت الاكس بار دي يعني سمشن الاكس اوفر الان. طب وانا بقول لك ان سمشن الاكس ده بزيرو، ما انت عارف ان الان دي بقى اي حاجه بص خلي بالك ان الاثنين دولت ملتبلاي بعض لازم يدوك زيرو. طب الاثنين دول علشان يديروا زيرو، يبقى معنى كده ان الان ما تفرقش معايا باي رقم. ما هو الاكس بار دي كده هتطلع بزيرو، ما هو زيرو ملتبلاي زيرو هيبقى ايكوال زيرو اوفر اي حاجه. فاي حاجه دي بقى مش فارقه معايا الان بكام. يعني الان لو كانت ب1 كانت ب2 كانت ب3 كانت ب7 كانت بمليون مش هتفرق، لان انت لو عملت 2 باي 0 هتديك 0، لو عملت 3 باي 0 هتديك 0، لو عملت 4 باي 0 هيديك 0. يبقى خد النوت الجميله دي بقى. لو انا قلت لك في السؤال ان سمشن الاكس بزيرو وسمشن الواي بزيرو، يبقى في الحاله دي الان ايكوال اني نمبر. اي رقم تحطه في المساله مش هيفرق معاك.
حط الان بقى ب 4، حط الان ب 3، حط الان ب 7، كلهم بيطلعوا نفس الاجابه. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده عرفنا الرولز الاساسي اللي هنشتغل عليه، وعرفنا النوتس اللي انا هحتاجها جوه المثال. تعالى نبص على اول سؤال معانا هيحاول يوضح لك الفكره دي. طب تعالى بس، تعالى نشوف اول نوع، وده اسهل نوع، وده اللي جه في اخر امتحان معانا في 2025، والسؤال والنوع ده كان سهل قوي. النوع ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انت تعمل دايركت سبستيوشن في الرول على طول. فتعالى نبص كده مع بعض. بيقول لي if summation x equal 21، شكرا، summation y equal 51، ده انت جميل، summation x باور 2، summation y باور 2، summation الاكس واي والان ب 6. ايه ده؟ ده مديك كل الحاجات اللي موجوده في الرول. بيقول لك then person correlation coefficient between x and y equal a. يبقى كل اللي انا عايزه منك ان انت تعوض في الرول بس دايركت سبستيوشن. تعالى يا صاحبي نشوف هنعوض ازاي. اول حاجه انا هكتب الرول معايا. يبقى الرول ايكوال ان summation x y ماينس سمشن اكس سمشن واي. مستر اكتب الرول ولا لا؟ انا بصراحه مش عايز اكتب، انت ممكن ما تكتبوش في الامتحان طبعا، بس انا بكتبه بس علشان تتدرب معايا عليه. ان سمشن اكس باور 2 ماينس سمشن الاكس، ركز، اول باور 2. ان سمشن واي باور 2 ماينس سمشن الواي اول باور 2. خدت بالك من الحته ديت؟ حلو. تعالى نعوض اول تعويضه. يلا يا صاحبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ها، ان الان دي النمبر هو مديهوني، شكرا 6، مفيش حاجه ما بينهم، معناها ملتبلاي. سمشن الاكس واي مديهاني قوي، يبقى 231 ماينس سمشن الاكس ملتبلاي سمشن الواي. سمشن الاكس بكام؟ ب 21 ملتبلاي سمشن الواي بكام؟ ب 51. انزل تحت اول روت. ها، ان سمشن الاكس باور 2 الان اللي هي ب 6 ملتبلاي سمشن الاكس باور 2 591، ركز، ماينس سمشن الاكس بس عليها باور 2. اوعى تختار دي بقى عشان دي سمشن الاكس باور 2. خلي بالك انا عايز ان سمشن الاكس باور 2، سمشن الاكس باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي 91. امال انا ليه انا كتبت هنا 5؟ يبقى هنا مفيش دي الواي. ان سمشن، انا كتبت الواي، شفت الغلطه؟ شفت ان سمشن الاكس باور 2 اللي هي 91 ماينس سمشن الاكس اللي هي 21 اول باور 2. الروت الثاني ان اللي هي 6 سمشن الواي باور 2 اهي اللي هي 591 ماينس سمشن الواي اللي هو ال 51 بس عليها باور 2. فهمت الفكره؟ يبقى اول حاجه احنا خدنا كل حاجه من هنا وحطيناها في الرول بتاعنا. تعرف يا صديقي تحطها على الكالكوليتر؟ طبعا يا مستر دي سهله قوي، هبهرك دلوقتي. ركز معايا بقى وانا بحطها على الكالكوليتر، عشان انا جربت الموضوع ده كتير، وناس كتير فاكره ان هي بتعمله حلو على الكالكوليتر، وبيعملوا كومن ميستيك بيودي الدنيا في داهيه، ويقول لي يا مستر طلعت معايا ماث ايرور. ركز معايا كده وانا بعملها على الكالكوليتر واحده واحده. بص يا صاحبي، الكالكوليتر بتاعتي اهي، وانا عايز اكتب الكلام دوت. فانا اول حاجه هعمل فراكشن، انا هكتبها كلها مره واحده. هعمل 6 ملتبلاي 231 ماينس 21 ملتبلاي 51. هنزل تحت. بص بقى، ركز معايا بقى، روت. هكتب بقى 6 ملتبلاي 91 ماينس، هفتح براكت 21، هقفل البراكت باور 2. تعالى اوريك الغلطه اللي معظم الناس بتعملها، وخلي بالك منها، اوعى انت كمان تعملها. بص بقى بيعمل ايه؟ بينسى يعمل سبيس وبيروح عامل روت تاني. فايه اللي بيحصل؟ التو روتس بيبقوا تحت بعض، وبيقعد يكتب بقى 6 ملتبلاي 591 ماينس 51 ويقفل البراكت وباور 2، واول ما يدوس على الكالكوليتور ايكوال بوم يديله ماس ايرور. خدت بالك من الغلطه دي؟ اغلبيه الناس بيعملوا الحركه دي، فانت خلي بالك بقى ما تعملهاش. فاحنا هنعمل ايه؟ هنلغي الهبل ده اللي انا عملته في الاخر ده. بص 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 بص، ركز. اول ما توصل ل 21 اول باور 2 خد لي بقى سبيس هنا، سبيس عشان تخرج بره، عشان الروت الثاني يبقى في مكان ثاني، وتعمل روت وتعمل 6 ملتبلاي 591 وتعملها ماينس ال 51 وتقفل البراكت وعليها اول باور 2. فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ دوس ايكوال بقى، هتلاقي الكالكوليتور طلعت لك الانسر، والانسر طلع معايا هنا بكام؟ ب1، وهو كان موجود في اللي تشوز هنا عندي ب1. فتيجي اسالك سؤال بقى، فاكر في المحاضره الاولانيه ال1 دوت كان هيبقى بيرفكت ولا سترونج ولا دايركت ولا انفرس ولا ايه؟ قول كده. برافو عليك، صح. ال1 دوت هيكون بيرفكت ودايركت، علشان دوت طلع معايا ب1. ممتاز يا صديقي.
تعالى نشوف سؤال تاني على نفس الموضوع. تمام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال نمبر 2. بص يا صاحبي، هنا عايز نحسبها على طول؟ يلا بينا. اول حاجه انا هكتب الرول؟ لا مش هكتب الرول، انا هحل معاك على طول بقى. يلا، يبقى الار ايكوال الفراكشن الجميل بتاعي اهو، ان الان عندك بكام؟ ب 5 ملتبلاي سمشن الاكس باور سمشن الاكس واي، ايوه 8 4 8 ماينس سمشن الاكس 37 ملتبلاي سمشن الواي 100. تحت في 2 روت والاثنين بعيد عن بعض. اول واحد بتاع الاكس والثاني بتاع الواي. تعالى بتاع الاكس ان اللي هي كانت 5 سمشن الاكس باور 2 الاكس باور 2 3 2 3 ماينس سمشن الاكس بس عليها باور 2 ال 37 اول باور 2. اوعى تتلخبط، دي حاجه ودي حاجه. الناحيه الثانيه ان اللي هو ال 5 سمشن الواي باور 2 ملتبلاي 2 2 4 2 ماينس سمشن الواي العاديه اللي هي ال 100 بس عليها اول باور 2. تمام؟ تمام. تعالى بقى نحسب ديت على الكالكوليتور واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هنعمل معانا الفراكشن الجميل وهنبدا نكتب 5 ملتبلاي 848 ماينس 37 ملتبلاي 100. انزل تحت اول روت اهو، خلي بالك بعد ما اخلصه هبعد 5 ملتبلاي 3 تو 3 ماينس افتح براكت 37 هقفل البراكت اول باور 2. تمام؟ اول روت. تمام. تعالى بقى يلا هنعمل ايه بعد كده؟ هخرج بره، لازم تخرج بره كده وتدوس روت تاني وتعمل 5 ملتبلاي 2 2 4 2 ماينس افتح براكت ال 100 هقفل البراكت باور 2. تعالى نطلع الاجابه. طلعت 0.98. هو بقى هنا مش عايز منك الاجابه، هو عايز يسالك عن التايب اوف كوروليشن. فتعالى نفتكر بقى الاجابه اللي طلعت معايا دي 0.9. ال 0.9 ده شكله ايه؟ ايوه برافو عليك، ده كده هيكون سترونج. طب سترونج دايركت ولا انفرس؟ دايركت. يبقى اللي هنختار الاجابه اللي هي دايركت وسترونج. ممتاز يا صديقي. تعالى نشوف حاجه ثانيه. يلا بسم الله. النوع الثاني بقى من المسائل اللي انا قلت لك عليه ان هو ممكن يكون، ده طبعا ممكن يجي في الايساي، ان هو يكون مش مديك الحاجات بقى سمشن الاكس وسمشن الواي، عايزك تتعب شويه وانت اللي تجيبها. طيب علشان نجيبها بطريقه منظمه شويه ممكن احنا نعمل تيبل، والتيبل دوت نحط فيه الارقام ديت علشان الموضوع يبقى منظم، ونستخدم الكالكوليتور بتاعتنا عادي. فانا هكتب ايه؟ هكتب دلوقتي الاكس والواي، دول الارقام اللي انا محتاجهم. هكتب الاكس ملتبلاي الواي والاكس باور 2 والواي باور 2، هي الحاجات دي اللي انا محتاجها اصلا ان انا اجيب السمشن بتاعها. فتعالى نكتب. هي الاكس اصلا كان فيها مين؟ كان فيها 1 و3 و4 و6 و7 و9. طب والواي كان فيها مين؟ كان فيها ال6 وال4 وال4، وبعد كده كان فيها ال3 وال2 وال1. تعالى بقى الحاجات دي احنا اللي هنجيبها بقى. انا بقى عايز احسب سمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن الاكس باور 2، هحسب بقى كل كولوم من هنا بكام. اول حاجه اكس واي. اكس واي ده انا محتاج اصلا يكون عندي سمشن اكس واي، فتعالى نجيب اكس واي الاول. هنعمل كل رقمين من هنا ملتبلاي بعض. يلا ساعدني بالكالكوليتر. 1 باي 6 برافو عليك ب 6، 3 باي 4 برافو 12، 4 باي 4 ممتاز 16، 6 باي 3 18، 7 باي 2 14، 9 باي 1 ب 9. هنعمل دول قد بالكالكوليتر. طيب تعالى الناحيه الثانيه بقى الاكس باور 2، كل رقم من هنا هنعمله باور 2. يلا 1 باور 2 ب 1، 3 باور 2 ب 9، 4 باور 2 16، 6 باور 2 36، 7 باور 2 49، 9 باور 2 81. انت معاك الكالكوليتر طبعا وبتراجع معايا. يلا خش على اللي بعديها الواي باور 2. هنمسك ال 6 باور 2 36، 4 باور 2 16، 4 باور 2 تاني 16 تاني، 3 باور 2 9، 2 باور 2 4، 1 باور 2 ب 1. يلا بقى نمسك الكالكوليتر بتاعتنا ونعمل اد للنمبرز اللي موجوده ديت. فتعالى نمسك اول حاجه علشان نحسب هنا بقى سمشن بتاع كل حاجه. فانا هجيب دلوقتي سمشن الاكس، فتعالى نعمل اد ونحسب سمشن الاكس. يعني انا همسك الكالكوليتر بتاعتك وهكتب كده 1 بلس 3 بلس 4 بلس 6 بلس 7 بلس
9. طلعت دول على الكالكوليتور بس اتاكد بس ان انا ما نسيتش حاجه. هم اصلا 2 4 6 هم 6 نمبرز، فانا حطيت لهم ادي على الكالكوليتور اهم، طلعوا معايا ب 30. ممتاز. دي اول حاجه اللي هو سمشن الاكس. يلا نعمل سمشن الواي بنفس الطريقه. 6 بلس 4 بلس 4 بلس 3 بلس 2 بلس 1. ممتاز، طلعت معايا على الكالكوليتور ب 20. شكرا يا صديقي. يلا هات اللي بعديها. 6 بلس 12 بلس 16 بلس 18 بلس 14 بلس 9. تمام، طلع معايا 75. يلا هات اللي بعديها. 1 بلس 9 بلس 16 بلس 36 بلس 49 بلس 81. طلع معايا بالكالكوليتور 192. واخر حاجه معانا اللي هم سمشن الواي باور 2 اللي هم 36 و16 و16 كمان و9 و4 و1. انا كان ممكن اعملهم بمخي خلي بالك، بس انا عايزك تتعود دايما ان انت يعني الحاجات ديت تبقى دقيق فيها وما تزهقش وما تتسرعش، واحسب واحده واحده بالكالكوليتور وخليك هادي علشان دايما المسائل كلها تطلع معايا مظبوطه. فطلعت معايا بالكالكوليتور 82. خلاص الحمد لله كده بقى معايا كل حاجه. بقى معايا سمشن الاكس بكام، بقى معايا سمشن الواي بكام، بقى معايا سمشن الاكس باور 2، بقى معايا سمشن الواي باور 2، وبقى معايا كل نمبر. تعالى بقى نحسب الار بتاعتنا ويلا بينا. الرول موجود قدامنا اصلا في ورقه المفاهيم، فيلا بينا نعوض. الان هنا بكام؟ الان دي مش موجوده بس احنا ممكن نعدهم 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 ملتبلاي سمشن الاكس واي اهو 75 ماينس سمشن الاكس اللي هي 30 ملتبلاي سمشن الواي اللي هي 20. اول روت بتاع الاكس، تاني روت بتاع الواي ان 6 ملتبلاي سمشن الاكس باور 2. الاكس باور 2 فين؟ اهي 30 لا 192. ايوه برافو. ماينس سمشن الاكس وعليها باور 2. سمشن الاكس هي اللي ب 30 واول باور 2. الناحيه الثانيه بقى الرول بتاع الواي ان اللي هو 6 سمشن الواي باور 2 ب 20 لا برافو عليك ب 82 ماينس سمشن الواي هي دي اللي هي 20 وعليها اول باور 2. يلا نحط ديت على الكالكوليتر. يلا يا صديقي ها شوف انا مش زهقان. يلا بينا ها 6 ملتبلاي 75 ماينس 30 ملتبلاي 20. انزل تحت اول روت. اعمل الغلطه بتاعتك ولا خلاص؟ 6 ملتبلاي 192 ماينس افتح براكت 30 اقفل البراكت باور 2. اوعى تغلط الغلطه. اوريك الغلطه تاني اوريها لك. بص مش هيعمل هنا سبيس، امال هيعمل ايه؟ هيكتب الروت تاني. بوم باظت بقى خلاص. بص الروت تحت الروت. اوعى تعمل الغلطه دي. امسح دي اخرج بره اكتب روت تاني واكتب 6 ملتبلاي 82 ماينس ال 20 واقفل البراكت وعليها باور 2 واديني واحده ايكوال جميله. طلعت نيجاتيف 0.98. لو انت حسبت الحسبه ديت وطلع معاك اي رقم اكبر من ال1 او اصغر من النيجاتيف 1 يعني طلع معاك 2.7 طلع معاك 3.9 طلع معاك 17 طلع معاك 18 كل الهبل ده يبقى انت كده شور عملت حاجه غلط. لان الارقام احنا اتفقنا ان هي لازم تكون بتوين نيجاتيف 1 و1 ما ينفعش تكون اكبر من كده ولا اقل من كده. انا طلعت معايا مظبوطه. طلعت معايا نيجاتيف 0.98 يبقى ده كده لازم اقول عليه ان هو سترونج وفي نفس الوقت ايه انفيرس. ليه انفرس؟ علشان بالنيجاتيف. تمام؟ وده النوع الفكره الثانيه اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها. يلا تعالى اوريك فكره كمان. بص الفكره دي. الله ها ايه اللي حصل؟ ايه؟ بص الفكره دي جت سنه كام؟ 1988. يعني الراجل ممكن تقول لي الراجل اللي امتحن الامتحان ده كان عنده كام سنه دلوقتي؟ شوف انت بقى. يعني هو دلوقتي احنا في 2000 اصلا كام؟ احنا في 2025 ناقص 1988 يعني الامتحان ده بقى له 37 سنه. هو بقى لما دخل الامتحان قول مثلا كان عنده 18 سنه. يعني الراجل ده تقريبا عنده 55 سنه. يعني هو تقريبا دلوقتي هو بقى اللي بيحط الامتحانات. هو هنا عايز ايه؟ عايز فايند اللينير كورليشن كوفيشنت. يعني هو قال لك هنا عايز اللينير كورليشن. هل هو قال لك استخدم قانون بيرسون؟ لا. بس انا بصراحه هي الحاجات دي كلها بتاعت بيرسون. هي بتاعت سمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن الاكس باور 2 وسمشن الواي باور 2 وسمشن الواي باور 2 والان اللي هي 200. يعني هو مديك كل حاجه في المساله. فاضل بس ان انت تحط الرول وتعوض في المساله. سهله دي ولا صعبه؟ فيها اي مشاكل؟ يلا عوضها انت وقول لي الاجابه طلعت معاك بكام. شوف دي كده معايا.
بص بقى هنا في السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان سمشن الاكس ايكوال 0 وسمشن الواي ايكوال 0 وسمشن الاكس باور 2 ب 10 والواي باور 2 ب 40 والاكس واي ب 20 والان ب 5 وهو عايز البيرسون كورليشن. ملاحظ حاجه في المساله دي؟ ملاحظ ايه؟ ملاحظ ان سمشن الاكس بزيرو وسمشن الواي بزيرو. تعالى بقى اوريك النوت اللي انا كنت عايز اقول لك عليها. هو هنا مديني ان سمشن الاكس بزيرو ومديني ان سمشن الواي بزيرو، بس هو هنا في المساله كان بيقول لك الان ب 5. تعالى بقى اقول لك طالما الاكس بزيرو والواي بزيرو فالان دي بصراحه مش هتفرق معايا، هي 5 او اكتر من 5، يعني لو كانت 6 او 7 او 8 هتطلع نفس الاجابه. فتعالى نتشيك كده. انا هشيل الان هنا، هو اللي قال لي عليها اللي هي 5 ملتبلاي الاكس واي اللي هي ب 20 ماينس سمشن الاكس ملتبلاي سمشن الواي، وهنا ال 5 ملتبلاي سمشن الاكس باور 2 اللي هي ب 10 ماينس الزيرو وعليه باور 2، وهنا روت، وهنا في معانا 5 ملتبلاي الواي باور 2 اللي هي ب 40 ماينس الزيرو وعليها اول باور 2. بص يا صاحبي حط دي كده على الكالكوليتر اللي هو 5 باي، بص هعمل 5 باي 20 ماينس 0 باي 0 مش هكتبها، هنزل تحت وهعمل اول روت 5 باي 10 ماينس 0 باور 2 مش هكتبها، وهخرج بره وهعمل 5 باي 40. بص الاجابه طلعت معايا بكام هنا؟ الاجابه هنا طلعت معايا ب 1، مع ان انا كنت حاطط الان كنت حاططها بكام؟ ب 5. طب ما تيجي بقى احسب لك نفس الحسبه تاني بس هشيل الان دي واحط بدلها 7، فهكتب لك هنا 7 ملتبلاي 20 وهنزل تحت وهكتب روت وهعمل هنا 7 ملتبلاي 10، انا غيرت بس الان وهعمل روت تاني وهعمل 7 ملتبلاي 40. بص المفاجاه الجميله ان هتلاقي ان كمان طلعت ب1. يبقى لو كان سمشن الاكس بزيرو وكان سمشن الواي بزيرو يبقى الان سواء كان مديها لك او مش مديها لك فهي كده كده مش هتفرق معاك، وكده كده هتستخدمها باي رقم وكده كده هتطلع لك نفس الاجابه. تمام؟ دي كانت نوت مهمه كنا عايزين نتشيك عليها. نفس الفكره ثانيه انا بوريك كل الافكار اللي جت في الامتحانات. فهنا بيقول لك برده سمشن الاكس سمشن الواي سمشن الاكس باور 2 الواي باور 2 الاكس واي الان. هنا ايه الفكره بس في المساله ان انا باخدك شويه. بص جايب لك ايه؟ سمشن الاكس باور 2 66260. تخاف انت تزعل؟ مفيش اي مشكله طالما معاك الرول موجود في ورقه المفاهيم او انت حافظه فالدنيا بالنسبه لك كلير وسهله، فمفيش اي مشاكل مفيش اي مشاكل فيها. تعال نفس الفكره تاني. بص انا بوريك افكار المسائل. سمشن الاكس ب 68 سمشن الواي سمشن الاكس واي سمشن الاكس باور 2 سمشن الواي باور 2 الان. فاضل ان انت تعوض في الرول ده. دي الفكره اللي بعديها برضو نفس الكلام سمشن الاكس وسمشن الواي. تمام كده؟ عايزني اعوض اي واحده تانية؟ انا مش عايز بس انت تكون زهقان مني، بس انا بدور لك على فكره معينه. ايه هي الفكره؟ ان انا لو كنت مديك الاكس بار وطالب منك الان زي دي كده. هنا في السؤال هنا معايا بيقول لي ايه؟ بيقول لي given ان انا معايا 7 values whose arithmetic mean 8. يعني ايه arithmetic mean؟ الارثمتيك mean ده احنا اتفقنا اللي هو عباره عن الاكس بار. يعني الاكس بار اللي معايا هنا كانت equal 8. والسم اوف فاليوز يعني السم اوف فاليوز كام؟ هو مش مديهاني بس هو هنا بيقول لي جيفن 7 فاليو. يعني ايه جيفن 7 فاليو؟ يعني الان هنا ايكوال 7. كده مديك الاكس بار ومديك مين؟ ومديك الان. تقدر انت بقى تحسب سمشن الاكس اللي هو السم اوف فاليو. انا عندي رول اصلا كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لك ان الاكس بار ايكوال سمشن الاكس اوفر الان. صح؟ مش هو ده الرول اللي احنا اتفقنا عليه؟ وهو طالب منك ايه هنا؟ هو طالب منك السمشن، يعني هو عايز السم اوف اكس. فعشان نجيب السم اوف اكس نعمل الان ملتبلاي الاكس بار. والان موجوده معايا ب 7 والاكس بار موجوده معايا ب 8، ف 7 باي 8 7 باي 8 اللي هي تطلع بالكالكوليتر اللي هي 56. وبكده يا جماعه نكون جمعنا كل الافكار اللي موجوده في الجزء بتاع بيرسون، لان هتلاقي كل الافكار اللي جايه كلها مفيش. انت كده عرفت كل حاجه. الحاجه الاولانيه ان احنا معانا السمشن الاكس وسمشن الواي وسمشن الاكس بار 2، كل الحاجات ديت بتحطها دايركت سبستيوشن على الكالكوليتر. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن يكون معانا تيبل والتيبل ده مش موجود فيه سمشن الاكس وسمشن الواي وخدنا المساله بتاعت التيبل. الحاجه الثالثه بقى ان يكون معانا الاكس بار
يطلب منك انت سمشن الاكس، فتقدر تحسب سمشن الاكس من خلال ان انت تستخدم الرول ان اكس بار. وبكده يكون انت معاك كل الافكار اللي جت في الجزء بتاع بيرسون. الفيديو صغير بس مفيد جدا، انت كده فهمت كل حاجه. يلا بينا بقى، استناني ان شاء الله لما نخش على الفيديو التاني، وهنتكلم عن واحد تاني، شخص تاني بيقدر يحسب الكورليشن بس باستخدام طريقه تانيه اسمها سبيرمان. هستناكم ان شاء الله تتفرجوا عليها وتشوفوها وتقولوا لي الدنيا تمام. يلا باي باي.